السلام عليكم. كاين واحد الخبر جديد، دعم خاص صحاب نقل البضائع والكيران والطاكسيات الصغيرة والكبيرة. الحكومة أعلنت على إطلاق دعم استثنائي جديد لمهنيين النقل الطرقي في المغرب. علاش هذا القرار دابا؟ حيت كلنا عارفين كاين واحد الأزمة عالمية بسبب الحرب بين إيران وأمريكا، وإيران غلقات مضيق ممر هرمز. هاد الطريق هي الوحيدة اللي قدوز منها السفن، والبترول غلا وصل $105 للبرميل، والحكومة عارفة باللي لا تضرر الشيفور كلنا غنتضروا. هاد الدعم جا باش يحمي القفة ديال المواطن البسيط وباش ثمن الطاكسي والكار والسلعة يبقى في بلاصتو. سمعوني مزيان اخوتي المهنيين، هاد الدعم كيشمل كل شيء، صحاب الطاكسيات الصغيرة والكبيرة، شاحنات نقل البضائع، الكيران، وحتى النقل المزدوج والمدرسي. الغرض هو يبقى توازن باش السلعة توصل للمارشي في وقتها، وباش المواطن يقضي غرضه بلا زيادة بلا نقصان. هذا هو المغرب اللي كنتعاونوا فيه. فاش كتكون الأزمة خاص الحلول تكون حاضرة. البلاغ رسمي وصدر اليوم، والمنصة غادي تفتح قريبا باش تقيدوا فيها كما العادة. كاين اللي غيسول شحال غيكون في الدعم، الجواب غالبا كما العادة في حال الأول والله أعلم. خوتي بارطاجيو هذا الفيديو مع أي واحد مهتم، ما تنساوش اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو، وشكرا. تهلاو في راسكم واللهم يسر الجميع. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديار.